دارنا تشهاو دجاج محمر تاع برا، قلت علاش لا وجبت لهم اليوم لاغوسيت تاع الدجاج محمر في الدار، يجي كيما نتاع برا وخير منه، بنين ومقرمش ونقي، خاصة للناس اللي تحب الاكل تاع الديار، مضمون وبطعم يهبل. تابعوا الوصفة خطوة بخطوة وشوفوا النتيجة بنفسكم، وما تنسوش لايك واشتراك باش يوصلكم كل جديد. بسم الله على بركة الله. نبداو الوصفة. نجيبو الدجاج نتاعنا بعد ما كنا غسلناه مليح ونقيناه ونشفناه كامل من الماء. وللتتبيله راح نسحقو توابل دجاج، العكريس، عيترة، كركم، فلفل اسود وزنجبيل والملح وجون متعرض وفنجان زيت ومغرفة خل او القارص. راح نكتب لكم بالتفاصيل في تعليق المثبت. وزوج فصوص تاع الثوم وراح نخلطوهم تخيبيا كيما راكم تشوفوا مع بعضهم. ومن بعد نجيبو الدجاجه نتاعنا ونتبلوها مليح مليح، ندخلو فيه كل من جوايه كيما راكم تشوفوا، ونخلطو الدجاج نتاعنا مليح مع التتبيله حتى تتغطى كامل. ومن بعد نغطيوها بالساشي ونخلوها ترتاح حوالي نص ساعه حتى لساعه بعد تشرب مليح. وفي نفس الوقت نشعلو الفرن نتاعنا على 180 درجة ونخلوه يسخن مليح. ومن بعد نربطو الدجاج نتاعنا مليح ونركبوها في السيخ روتي او السيخ الدوار نتاع الدجاج باش يطيب بتساوي وتتحمر من كل جهات كما تاع برا. وهنا عندي بطاطا قطعتها شويه خشينه، جبت التتبيله اللي بقات لي من تاع الدجاج، زدت لها كاس تاع الماء وشويه من نفس التوابل ومغرفه طماطم كونسونطري وخلطت كل شيء مليح. ومن بعد فرغت فيها البطاطا باش تشرب النكهه وتطيب بنينه مع الدجاج. ومن بعد نفرغوا البطاطا في البلا، وكنت ديجا قطعت البصل والطماطم دي غوندير نحطهم من فوق. ومن بعد ندخلوا البلا للفرن باش يطيب مع الدجاج وتجي بنينه بزاف. وهكذا تكون واجده لاغوسيت الدجاج المحمر نتاعنا مع البطاطا، لونها ذهبي، ريحتها تعمر الدار وطعمها يهبل. دجاج طري من داخل ومحمر من برا، وبطاطا شربت تتبيله وجات بنينه بزاف. وكيما شفتوا الوصفه سهله بمقادير بسيطه ونتيجتها كيما نتاع برا وخير منه. اذا عجبكم الفيديو ما تنسونيش لايك واشتراك باش تشجعوني ونكمل نجيب لكم وصفات احسن وابسط. واكتبوا لي في التعليقات واش تحبون نطيب لكم المره الجايه. وبصحتكم.